بادرة تذكر فتشكر، بادرة ممتازة. تحولوا الأخت عبد الله طرابلسي وقدموا لها بعض الإعانات. هات نشاهدوا الفي ار ثم نرجعوا البلاتو. نشكركم ياسر الكل وربي يفضلكم من الفريق للفريق. انا الكل استاد اسبيرونس الكل. ونشكر عز الدين برشا. نشكر زهير اللي هدي لي الدار وريقلني وعملني ما خليني حتى شيء مخصوصه. يرحم والدين ووالديه، ربي يخليه ربي يخليكم الكل. ونشكر سي انور الحداد. ما نقول لكمش كل شهر راهو يقول لي يجا يعطيني سي جيجا راهو في جيجا. سي أغزر سي بوغاديني جاب لي تلفزة، ما عنديش تلفزة. جاب لي سي اسمه سي عبد المجيد يراها وين قبل يربح انتوما يرحم والدين ووالديه. وجاب لي اسمه اللي جاب لي القصحة عبد الحميد هرقيل، كثر خير وخير خير خير ولدنا هو البارد. توك يجيتوني هكا راهم رجالي الله يبارك رجولي. احتمل ورا وجاني وراه يحس بيكم ونمشي راه نحكي له ونقول وراه جاني فلان وبعد لي فلان وضحى على خاطري. وفي الاخر ما تفكروش انا ما قلت لهم جيبوا لي راه ما يجيبوليش ما نحبش. الحمد لله يا ربي من جميع وسلم زهير وربي يفضلوا. اما كوميم واحد يتفكر حتى بالتليفون مثال. هذه بادرة طيبه من احباء الملعب او احباء على راسي. يعني ريتها نصلي على النبي. احنا دمنا احمر واخضر ما يتنحاش للممات ما تيح استاد ما شنو هذا كان بنك جندوبي وهذا كان بنك مغيربي وهذا كان بنك عبد الله. هي امي ربتهم الثلاثه زرتهم محسن. ونشكر عبد المجيد جوبرديني من الاسبيرانس قل قايل من صفاقس نادي صفاقسي. علاش هما يجوني يرحم والدي. رانا علاقات الملعب التونسي والنادي الصفاقسي يلزموا يحافظوا عليها علاقات فريق واحد. كانت الملعب التونسي والنادي التونسي كان عندنا رئيس شرفي اللي هو كان سي عبد المجيد شاكر، وكانت يعني ظروف كانت طيبه بيننا وبينهم. الاكثر كله في الستينات كنا 7 طلبه نقراو في تونس نلعبوا في النادي الصفاقسي وكنا ندربونا في بارك. ان شاء الله اللي قالته الكل نعوضوه ونقفوا معاه في الوقت المناسب. عبد الله تاريخ، عبد الله صنع من الناس اللي صنعت تاريخ الملعب التونسي. نشكر ياسر قناة الزيتونة اللي معناتها عندما اتصلنا بها معناتها قامت بالواجب مع تنسيق مع سي عبد المجيد القمطيني بارك الله فيكم كل ولقيان. علاش ما نعملوش دورة لسي عبد الله اللي كل عام نعملوها، دورة المرحوم عبد الله طرابلسي. عبد الله موجودة في الروح في أختها بيع ما ماتش هو. اللي يحب يتذكر عبد الله هاي اختنا قدامنا. احنا ثله من احباء الملعب التونسي. اليوم عملنا بادره باش نكرموا الحارس العملاق عبد الله طرابلسي. ديما نحاول نذكر باللاعبين معناها اللي قدم هذوما
اللي عطاو برشا للملعب التونسي، وان شاء الله مسؤولين الملعب التونسي ديما يتفكروا اولادهم، وان شاء الله باذن الله معناها احنا باش نكملوا على نفس المنوال هذا، باش نكرموا عديد اللاعبين اللي معناها شرفوا الملعب التونسي وبلوا مريول الملعب التونسي. إذا نشكر مرة أخرى البادرة نتاع جمعية تحبي الملعب التونسي ونادي رياضي الصفاقسي، وإن شاء الله البادرة هذه تتواصل مع رياضيين اخرين ربما يمروا بظروف صعيبه، وحتى مع بعض افراد من عائلاتهم، لانه هذا المهم اليوم في الرياضه. هذه اللقطات اللي تنسينا ربما في المشاكل تاع الرياضه نتاعنا، في الحاجات اللي كنا شاهدوا فيها في اول الحصه، حاجات كيما هكا هي اللي تقرب بين النوادي، وهي اللي تخلي تعطي معاني اسمى للرياضه التونسيه. معناتها الناحيه الاجتماعيه راهو مهمه برشا في الرياضه، انه نراوحوا بين الرياضي والاجتماعي، هذا مهم برشا. وانا نعرف سي عز الدين اللي انت تعطي برشا اهميه للناحيه الاجتماعيه مع الناحيه الرياضيه، الشيء اللي كنت تشاهد فيه ذولي حاجه مهمه برشا اليوم. شوف حبيت مره اخرى مدرس يعني بيان سور بوبليك تونيزيان، خاصه مواطنينا بالخارج. لازمكم تعرفوا حاجه، في زيتونه سبور ثم جمهور كبير من المواطنين اللي نمثلوهم احنا اليوم، وشاك فوا وقت نتفرجوا احنا في القناه زيتونه سبور نستناو فك الاسلوب الاجتماعي اللي انتم تبرزوا فيه. نقولها لكم خاطر لي كومونتير لي كومونتاتور وبرشا ولاو في البلاتوات اليوم، في كره القدم، في الملاكمه، في كره اليد، في كل شيء. مي الاديان اللي نلقاوه في زيتونه سبور هو هالاسلوب الاجتماعي اللي يقرب جوستومون الرياضه، ونتفكروا كما يقولوا الفرنسيس لو دوفوار دو ميموار. خاطر اذا ما عندناش احنا ميموار وتاريخ وما نقربوش العائلات هذوما، خاطر كونت اون دي عبد الله طرابلسي سي بور موا سي مون انفونس سي ما جونيس، سيتي لو غارديان رومبلاسون تاع توغا كي بور موا مون ايدول ا موا بيان سور. دونك عبد الله الله يرحمه اخته كما نعرفوا الكل، يعني الى هو ضحى حياته كامله من اجل اخته باش يقعد مع اخته كذا. اليوم لو فات كو زيتونه سبور وسي عبد المجيد يقرب ويمشي كما قالت اخته بورتون يلي اسبيرونتيست، نحن ما عادش لا اسبيرونس لا كلوب افريكان توانسه نوليو ونقربوا المراه هذيك لو فات ديالي سو ريكوير سور سا تومب. انا راها حاجه كبيره ياسر، وهذاك علاش المواطنين في المهجر نتفرجوا على زيتونه سبور، على خاطر نعرفوكم ديما تجبدوا الاسلوب هذايا الحضاري وخاصه الاجتماعي اللي احنا مركزين عليه برشا. سي نصر الدين، نحب نستغل وجودك، اكيد انت رياضي رئيس الجمعيه التونسيه الملاكمه الفرنسيه، بادره كيما هذه ذولي حاجه من نجموا كان نشكروها وندعموها ونحثوا انها تتزايد ان شاء الله. بالتاكيد والله. تعرف من نجموا كنا نثمنوا بادره كيما هذه. تعرف البعد الاجتماعي نتاع الرياضه يعني هي قبل كل شيء ترجعنا للقيم هذه نتاع المجتمع التونسي، نتاع التماسك، نتاع التآزر. كي نشوفوا الحقيقه قناه زيتونه تبادر هذه المبادره وبإيعاز من سي عبد المجيد قبانتيني، وتحاول تذكر، خاطر تعرف التونسي في قلبه الرحمه، التونسي طيب، اما ساعات يمكن يتلهي في الحياه اليوميه، نحتاجوا فقط شكون يذكر باش تتحرك العباد كما شفنا توا. يعطيكم الصحه، وان شاء الله كما قلت انت ديما تتكرر، وخاطر فما ناس مستحقين، وان شاء الله ديما نكونوا في المستوى نتاع انتظاراتهم. مجد برشا شكرا. اليوم الشكر حتى الواجب
سي عز الدين تقريبا وسي نصر الدين لخصوا كل شيء. الحاجه الباهيه زاد لازم نشكروا حباء الملعب التونسي ونادي الصفاقسي قاموا بالبادره هذيا. واحنا لما زرنا الاخت المرحوم معناها باقتناع اللي تحتاج كما قالت كلمه حلوه برشا، قالت انا ما نحتاجش لا فلوس لا هدايا، نحب نترحموا على عبد الله وتواسيوني باش ننساه شويه. معناها ما كانش لوج على الفلوس. من بعد بصراحه احباء وسمات هرجال، ما نساوش زميلنا زهير العيادي وقف معها برشا. ايوه الحداد قالت تحولوا في كل برشا شهر جيجا انه الحداد ان شاء الله المسؤولين الكل نتاع الصاد معناها ياخذوا مع المراه هذيا، لان كما قلت محتاجه مش حتى نعاود نقول ماده معنويا سند معنوي يعوضها في الفراغ اللي خلاه له عبد الله